يا مساء الفل والهنا، معاكم مطبخ جيهان زهران. النهارده هعمل لكم بقى وصفه جديده كده شبيهه للقشطوطه. تعالوا نبدا. اول حاجه احنا هنبدا بيها الكيكه. بس قبل ما نبدا يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كوبايه ومعلقتين كبار دقيق، مع معلقتين الكبار الكاكاو الاسباني، معايا نص كوبايه السكر، معايا سمنه مش زيت، معايا ربع كوبايه سمنه بلدي. انا عارفه ان الحاجه غاليه بس طبعا هتكون طعمها خرافه يعني. معايا بيكنج باودر، ومعايا بيضتين، ومعايا زي ما انتم شايفين دي فانيليا، ومعايا البيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده اهوت. تعالوا اول حاجه هنبدا، هنجيب البوله ديت بتاعتنا نزلت بقى بالبيضتين، وهنزل بالفانيليا اهو. هنزل بنص كوبايه السكر، وهنزل بالسمنه. السمنه دي دافيه مش بارده. وبعد بقى ما قلبناهم كويس هنزل بكوبايه الدقيق، وهنزل بالبيكنج باودر، وهقلبهم كويس. دلوقتي انا قلبت اللبن بالخليط الكيكه كله زي ما انتم شايفين. عايزين تزودوا معلقتين كبار لبن زودوا، عايزين تزودوا ميه بس يكون دافي. تمام. ادي كده الخليط، انا مش محتاجه اي حاجه هنزل بيه على الصينيه. تاني حاجه هنحضرها، معايا هنا كيلو الا ربع لبن، ومعايا السكر، ومعايا النشا، ومعايا الفانيليا، ومعايا شويه ميه دول باردين عشان اللبن مغلي، فلو حطيت النشا هتكلكع. فانا هحط هنا في الميه ديت، هقلب فيها النشا وهضيفهم على اللبن. بصوا بقى، انا هاخد معايا معلقه، بصوا قد ايه كبيره ازاي، هنزل بيها على الميه هنا، واخد المعلقه دي كمان، وهقلبهم كويس، وهنزل بيهم فين؟ على اللبن. وبعد ما قلبناهم كده كويس هنزل بمعلقه كاكاو كبيره اهي. وبعد كده هنزل بالسكر بتاعنا. شوفي بقى انت رغبتك ايه، بتحبي سكرك ايه، وهتقلبي كويس جدا. وبعد ده كله، بعد التقليب هتروحي على النار بتعملي المهلبيه عادي خالص زي الرز بلبن. قلبي كده كويس، الكاكاو هيدوب يا جماعه، ما تقلقوش مش زي النشا. بعد كده بتحطي اللبن على النار، تقعدي تقلبي فيه. لقيتيه محتاج شويه نشا، بتاخدي شويه ميه من الحنفيه، تحطي معلقه نشا كبيره. لو انت محتاجه النشا في المهلبيه يعني، مش محتاجه خلاص. بصوا بقى، شايفين القوام بدأ يتقل، انا هطفي خلاص، واروح ضايفه الفانيليا اخر حاجه. ما تسيبيش ايدك في التقليب عشان ما يكلكعش منك حاجه. وبعد ما الكيكه بتاعتنا طلعت، عندك خله هتنغزي بيها، ما عندكيش الشوكه ما قلتش لا. معانا بقى كوبايه اللبن، مش كوبايه لبن، نص كوبايه لبن فيهم سكر يعني متسكر. هنزل بقى كده اهو زي ما انتم شايفين، هتتسقى خلاص كده. اخر حاجه معانا كريم شانتيه، ومعايا الميه اللي انا حطاها من بدري، من اول ما بدات في الفريزر حتى التلج باين اهو. هضيف حبه صغيره وهضربهم. وزي ما انتم شايفين حطيت الكريم شانتيه على الوش، وحطيت السوداني، وحطيت الزبيب، ومرضتش احط في الكريم شانتيه كاكاو، قلت اكسر اللون، وعملت طبق صغنن كده اوريكم. انا بس حاطه في الطبق ده عشان الشكل الجمالي واليوتيوب. لايك بقى لمطبخ جين زهران.